Hi Phyllis and welcome to my Gossips. أهلا ومرحبا بكم في الصالون. طبعا أنا اتفرجت على Alchemy of Souls. كنت بقول لكم في الريل إن أنا مش هعرف أحكم عليه دلوقتي ومش عارف إيه، وهو لحد دلوقتي حلو. هو كان حلو، كان كويس لحد ما أنا بدأت أسرع في الأحداث عشان أشوف أحداث. أنا كنت عايزة أشوف أحداث، أنا كنت داخلة المسلسل عشان أشوف أحداث، أنا مش عايزة أشوف شوف رومانسية، ورومانسية اوفر. يعني انا ما عنديش مشكلة في الرومانسية يعني، بس متبقاش واخدة نقطة الاحداث واحنا بنتكلم على احداث بجد شيقة جدا شيقة جدا، وكان ممكن نملى ال20 حلقة اللي في الجزء الاولاني ده بيها بطريقة احسن من كده بصراحة بقى يعني. فانا عشان انا كنت disappointed من الجزء الاولاني. الجزء التاني كان الى حد ما ابتدوا يتعدلوا فيه، ما جرتش الاحداث قوي، بس برضو كان محتاج شوية تاتش بصراحة. يعني أنا اتفرجت لحد الحلقة السابعة، عديت التامنة والتاسعة عشان أشوف. ما خلاص الأحداث كلها كانت في العشرة. خلاص أعمل إيه طيب؟ خلاص خلقي ضاق. المهم أنا دلوقتي مش هكلمكم بشكل مفصل عن الكيمي اوف سولز قوي عشان مش عارفة أقول إيه. هو ما عجبنيش، فأنا مش هعرف أتكلم عن المسلسل ما عجبنيش. I'm sorry. بس جايبة لكم 2 مسلسلين تاني ليهم جزئين برضو، بس يعني حاجات كتير قوي كانت بتحصل. بجد حاجات كتير قوي كانت بتحصل، وكان يعني مشبعني احداث، ماليني احداث. هل مفيش رومانسيه؟ في رومانسيه. هل مفيش كوميدي؟ في كوميدي. بس في وسط ده كان في احداث. ده بيساوي ده، هو ده البيرفكت كي دراما بالنسبه لي، او البيرفكت اي حاجه بتفرج عليها عموما. طالما انت مديني حدث من اول المسلسل، فانت كمل على هذا المنوال وانا معاك. حط اي حاجه تاني في النص يعني بكميات بسيطه وانا هبقى معاك برضه. انما ما تشوقنيش في اول المسلسل وفي الاخر تاخد الحاجات دي كلها مني. ما تدينيش كل حاجه وفي نفس تاخد مني كل حاجه. ايه الاموره دي؟ طيب اول مسلسل هيبقى ارث دارك كرونيكلز. انا عارفه ان انا بقالي فيديوهين قرفاكوا بيه، بس بجد صدقوني انا مش هجيب لكم حاجه من فوق. مش هجيب لكم مسلسل غير لما يكون فيه احداث مليانه. مش هجيب لكم مسلسل غير لما يكون فكره يونيك. ارث دارك كرونيكلز تاريخي برضو، خيال علمي برضو، بس الفكره ان هم سرحوا بالخيال قوي لدرجه ان انا كنت مبسوطه وانا بتفرج. عارفين انا حسيت ان انا بتفرج على اسمه ايه الاجنبي اسمه ايه؟ افاتار. عارفين افاتار؟ انا في لحظه كده لقطات في المسلسل كنت حاسه ان انا بتفرج على افاتار. انا ما بحبش افاتار قوي، بس كنت حاسه ان انا بتفرج عليه. آه يعني الفكره كلها ان في بشر عادي، بس في بشر فيهم دم ازرق، ودول الناس اللي هم مصنفينهم على اساس ان هم وحوش. وبشر تاني اللي هم الدم الاحمر، وده الدم النقي. واللي في النص بقى ان احنا نكتشفه بعدين في دم اللي هو بنفسجي، ده بقى اخطر نوع موجود. تمام. وهنكتشف شوية احداث بره الصندوق. جماعة انا كنت يا نهار ابيض، يا نهار. انا كنت زعلانة قوي ان في الجزء التاني هيغيروا الممثلين. بجد انا كنت متضايقه دقيقه، بس قلت طب نخش. لان انا كنت خلاص ارتبطت بالمسلسل وباحداثه، وخلاص فهمت مين راح فين، واول مره كنت اعرف افرق كده ما بين الاسامي الممثلين، وخلاص حفظتهم من كتر ما انا حبيتهم وبتاع. كان بقالي فتره متفرجه عليه فانا نسيته طبعا دلوقتي. بس لحد دلوقتي هو معلم معايا من اكتر المسلسلات اللي معلمه معايا. وانا ما بعيدش مسلسلات، بس انا لو اتعاد المسلسل ده قدامي بجد مش همل ولا ثانيه، انا عارفه نفسي. المهم ان هو في الجزء التاني بقى انا انبهرت. الممثلين في الجزء التاني لا يقلوا مهارة وشطارة ويمكن احسن من الممثلين بتوع الجزء الاولاني، بالذات البطل. انا حبيت بتاع الجزء التاني اكتر من الجزء الاولاني، اللي هو يا ريتك يا عم كنت موجود في الجزء الاولاني، كنت يا لهوي. بس حصل خير يعني. كان اول مسلسل اتفرج عليه كجزء اول وتاني، وكنت مبهوره حتى اللي هو ان في 2 اتولدوا هما توأم، ما يعرفوش حاجه عن بعض من ساعه ما اتولدوا. لما كبروا بقى اكتشفوا، يعني هما كبروا وبقوا اعداء، وبعد ما بقوا اعداء اكتشفوا ان هما اخوات. تخيلوا بقى، تخيلوا.
هل هيكملوا بقى في العداوة ولا هيبقوا اخوات عادي؟ دي بقى البلوت بقى. هو بجد بجد المسلسل كله بلوت. يعني انا مش عارفة اجيب لكم مثلا حاجة تبقى مش بلوت تويست. المسلسل كله بلوت. انا طول ما انا بتفرج بس أحداث. فده كان بالنسبة لمسلسل Arthur Chronicles. تاني مسلسل بقى، وانا مش عارفة ليه محدش بيتكلم عنه، بما ان فيه يا نهار ابيض على كمية الممثلين الكبار اللي فيه بجد. يعني هانسو هي، والبطل انا على طول فاكره هانسو هي عشان انا بحبها. ومتحمسه جدا للفيلم او المسلسل اللي هينزل لها جديد اللي هو بروجكت، لان انا برضو البنت اللي هي هتطلع معاها بموت فيها بجد. يعني الاتنين هيطلعوا. انا مش يعني لو المسلسل ما طلعش زي ما انا متوقعه هعيط. بس يعني هانسو هي ما خيبتش ظني ولا مره بصراحه. 6.5 hours later. بليز ما تخرجيش بره محتوى الفيديو بليز. اوكي، هرجع تاني. المسلسل التاني وهو جين سونج كريتشر. يا جماعة، يا جماعة ايه ده؟ هما ازاي فكروا في الفكرة دي يعني؟ انا مهما اتكلمت عن المسلسل ده بجد مش هديله حق. يعني انا فكرة الاستعمار الياباني لكوريا على راسي من فوق، بس انا ما بحبش اتفرج على حاجة اللي هي تاريخية قوي وسياسية قوي. بس هم خدونا لمنحنى تاني خالص، اللي هو سيبكوا بقى. هي الفكرة موجودة، اللي هو اليابانيين محتلين كوريا. بس اخرجوا بقى بره السياق. المخرج بقى انا عايز حاجه بره الصندوق، فهم طلعوه خالص. هم طلعوه من الصندوق، مش حاجه بره الصندوق، هم طلعوه من الصندوق، رموا الصندوق خالص. الفكره ان هم كانوا بيجيبوا بني ادمين يعملوا عليهم تجارب عشان يخلوهم الكائن ده. وواحد من الكائنات كانت وبنتها كانت بتدور عليها. فهم خلاص الأحداث ابتدت تقرب من بعض وبتاع، وابتدوا يعرفوا مين البنت دي ودي تبقى مامتها. فقالوا بس احنا هنجيب البنت دي نحطها قدام مامتها اللي هي الحيوان اللي انتوا شفتوه ده، ونشوف بقى، نقعد نراقبهم كده. هل هي هتاكل بنتها؟ هل هي هتهاجمها؟ عشان لو هاجمتها خلاص هي فقدت الإنسانية، هي بقت completely a creature. فاهمين؟ هي فقدت الإنسانية بقى خلاص. ده أجمد اختراع. دي كده ما عندهاش نقطة ضعف. فاهمين؟ دي بقى. هقول لكم على كل حاجة ولا ايه؟ روحوا اتفرجوا عليه بنفسكم. انا بقول لكم على بس مقاطع. وفكرة ان هو طبعا هي هتحب البطل وكل حاجة، بس الوقت اللي هم هيحبوا بعض فيه هم هيتفرقوا عن بعض. مش بمزاجهم طبعا. طبعا. بس المخرج هيسيبنا كده. خلاص الدنيا هم ماتوا وبتاع. انا فوجئت ان هو ليه جزء تاني. انا فوجئت ان هو ليه جزء تاني. انا قلت بس كده خلاص ضاعت مننا كل حاجة وبتاع ومش عارف ايه. كنت متضايقة قوي لان هم خلونا يعني عارفين هو لايت واجتماعي جدا. و... وفي احداث تقيله. وفي كوميديا في وسط كل ده برضه يعني. قلت لكم انا يعني ادوني احداث وحش وفيها اي حاجه تانية هتلاقوني معاكم. بس كنت مبسوطه جدا وانا بتفرج وخلاص بقيت معاهم بقى فاهمين. احنا بقينا اسره مع بعض. انا مش بتفرج بس احنا بقينا اسره خلاص. فلما لقيت جزء تاني قلت ايه زي البطل مات. هو خش اتفرج غيروه بقى خلاص بقى يعني. بس لقيته على البوستر. دخلت قلت شوف. فانا داخله متخيله ان انا هشوفه في نفس احداث القرن اللي احنا عايشين فيه بقالنا الزمن ده. فلقيته لا هو مودرن. حتى خرجت بره بص على اسم البتاع يمكن انا متلخبطه ولا حاجه. طلع لا هو عادي. وبعدين بقى الاحداث ابتدت تربط واحده 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 واحده، ابتدت تربط فايه خلاص. انا نورت. فاللي هو يا ولاد الذين، لقطة هي لقطة جت في المسلسل غيرت أحداث الجزء التاني. ربطته بالجزء الأولاني على طول، مع إن ده في تقريبا كان في 2022 أو حاجة أو 2024 حاجة كده يعني في الألفينات عادي. وده في زمن بقول لكم زمن الاستعمار اللي هو الياباني لكوريا. فانتوا ايه ده؟ ايه الدماغ الجامدة دي بجد؟ فلا كنت مستمتعة برضو وانا بتفرج على جينسونج كريتشر الجزء التاني. وكانت احداثه بقى جامده بالنسبه لي بقى. كان هما الاتنين بقى اتحولوا كريتشرز. بس هما بني ادمين. انا مش انتوا ازاي بتعملوا الحركات دي وانتوا بني ادمين؟ انتوا الكريتشرز دول لما هم عملوهم ما كانوش بني ادمين. كانوا مخلوق غريب.
وانتوا ازاي قادرين تتحكموا في نفسكم وهم ما كانوش قادرين يتحكموا في نفسهم. كانت تساؤلات، كان في عندي تساؤلات كتير طول ما انا بتفرج، وكل التساؤلات بقى جاوبوا عليها في المسلسل عادي، اكنهم عايشين معانا. هم قعدوا يحطوا لنا علامات استفهام علامات استفهام علامات استفهام في اول الحلقات، وبعدين ابتدوا يجاوبوا عليها. ف this is the best thing I have ever seen in the K-drama. بجد والله يعني المسلسلين دول على قد ما هم جزئين بقى والواحد حاسس ان هم تقال وبتاع، انا ما حسيتش ولا لحظه ان هم جزئين، ما حسيتش ولا لحظه ان انا مليت، ما حسيتش ولا لحظه ان انا خلاص ما اشوف اي حاجه تاني كده في النص وبعد كده ابقى ارجع خالص. خالص بجد يعني انا مسلسل الكيمي اوف سولز ما استهونيش خالص. وده my personal opinion، يعني انا عارفه ان في ناس بتحبه، بس انا مش النوعيه دي اللي بحبها في المسلسلات. زي مثلا ديمون كيب هانترز، اتفرجت عليه كده مع اخويا الصغير عشان هو بيحب يتفرج على كرتون معايا، فقلت اما اشغله واتفرج معاه عليه. بس انا ما كنتش داخله مخصوص، محطوط يعني فاهمين اغانيه حلوه بس. بس ومش كل الاغاني كده، بس كفكره ما. بس ده كان فيديو النهارده مختلف شويه عن معظم الفيديوهات اللي فاتت، بحيث ان انا ما بتكلمش ب بايه بحيث ان انا ما بتكلمش بتوسع قوي عن كده دراما معينه. فانا قلت اعمل لكم كده جزئيه اللي هي تفصلوا فيها ما بين الملخصات، اللي هو اجيب لكم بقى يعني مسلسل ما عجبنيش وما يعادله عجبني. ان انا في مسلسلات كتير قوي بحس ان هو خلاص هم الناس بتتكلم عليه كتير، طب انا ما اتفرجتش عليه ليه؟ ما اخش اتفرج، واخش اتفرج عليهم اوفر ريتد. لا لا، خلاص انا هبقى بقى خليني زي ما انا ماشيه بقى خلاص. خلاص عشان كده بحاول ان انا اوصل لكم لا في احلى، عشان ما تبقوش كلكم ماشيين ورا التيار. في حاجات تانية تتشاف والله يا جدعان. بالنسبة ل 12 بقى انا عشان متحمسه له جدا، متحمسه له جدا جدا، عشان اتفرجت للممثل ده على مسلسل اسمه بيريد هارت. ياه يا جماعة انا مش هطلع اتكلم عليه بس عشان هو مش مش فاميلي فريندلي. خليني بقى يعني هتابع 12، لو هو تمام معايا وهعرف اتكلم فيه وعجبني وما قفلنيش منه هطلع اتكلم عليه معاكم والخصه لكم كده. لو ما عجبنيش بقى مش هنزل، يعني لو انا ما نزلتوش تعرفوا ان انا ما عجبنيش المسلسل خلاص. مش هزعل بقول لكم انزل المسلسل ومش عارف ايه وما نزلوش، تعرفوا ان هو ما عجبنيش، خيب ظني. ف yes that was the gossip of today. طبعا مش هوصيكوا بقى عشان تعملوا لايك كومنت شير and subscribe عشان يوصل لكم كل جديد. ولو عندكم اي اسئله طبعا هتسيبوها لي يا اما في الكومنتس يا اما على انستجرام اللي هو ده. عندكمش حاجه بقى؟ يلا باي.